بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد بينا ما هو الحديث المتواتر، وهو الذي قلنا ترويه جماعة عن جماعة في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وحديث الأحاد هو دون التواتر، وما لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر فهو حديث أحاد. وبينا أنه ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. فالغريب وهو الذي رواه واحد فقط في إحدى الطبقات فيسمى غريب. إذا كان قد روي على واحد فقط، معناتها مدار الحديث على راو واحد في أي طبقة من هذه الطبقات، سواء طبقة الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو تابع تابع التابعين، كحديث إنما الأعمال بالنيات فهو غريب صحيح غريب. وقد قال البيقوني قال وقل غريب ما روى راو فقط، كحديث إنما الأعمال بالنيات روي كله عن عمر بن الخطاب. الحديث معروف عن عمر بن الخطاب فقط، فهو إذن حديث غريب صحيح، لأنه الصحة لها علاقة بالرواة، فانفرد به عمر بن الخطاب، ولهذا سمي بحديث غريب صحيح. ولكن باقي الطبقات رواه أكثر، ربما لحق حد التواتر، معناتها في كل طبقة رووها أكثر من 7، سواء طبقة التابعين رووه عن عمر، وكذلك طبقة التابعين رووه عن التابعين أيضا أكثر من 7، وطبقة التابعين أيضا رووه أكثر من 7 على مشايخهم. ولهذا فحديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر حديث غريب صحيح، لأنه روي كله عن راو فقط من الصحابة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما العزيز قيل مروي 2 وقيل 3، والظاهر أنه ما كان في ما روي عن 2 في إحدى الطبقات، ما روي عن 2 فقط، فتجد أن راويان فقط لهذا الحديث في طبقة من هذه الطبقات، معناتها يروى في طبقة الصحابة عن صحابيين فقط، أو في طبقة التابعين عن تابعين فقط، أو تابع التابعين أو تابع التابعين، فهذا هو العزيز. وأما المشهور فما روي عن 3 فما فوق في كل طبقة من الطبقات، أو في إحدى الطبقات، مثلا كالصحابة روي عن 3 من الصحابة، أو مدار الحديث على 3 من التابعين، أو على 3 من تابع التابعين، أو 3 من تابع التابعين، فهذا هو الحديث المشهور. 3 فما فوق فهو الحديث المشهور، وسمي بالمشهور لاشتهاره بين الطبقات. إذن الحديث غريب وعزيز والمشهور. الغريب ما انفرد به راو فقط في إحدى الطبقات، والعزيز ما روي عن 2 فقط في إحدى الطبقات، والمشهور ما روي عن 3 فما فوق في إحدى الطبقات أو في كل الطبقات. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.